السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الفخدة الضاني بتتبيلة مميزة جدا وطعمها تحفة، وهتخلي الفخدة معاكم جوسي وطرية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين دايبة ازاي؟ يعني بتهيالي ما بتستحملش اصلا ان انا امسكها بالشوكة. وهنعمل كمان معاها رز الكبسة الجميل ده. عندك عزومة ومش عارفة تعملي ايه؟ مفيش احسن من السيرفيس ده يكون على سفرتك. هنبدأ دلوقتي وهنشوف طريقته مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ويلا نبدأ على طول في الطريقة. اول حاجه هحتاج لها فخده ضاني. انا الفخده دي وزنها تقريبا حوالي 5 كيلو. طبعا الوزن اللي انتوا حابينه، لو حابين اصغر من كده حابين اكبر دي حاجه ترجع لكم. احنا هنعملها بطريقه تسويه سهله جدا ما بتاخدش وقت خالص في السوا. وبعدين بدات اعمل فيها فتحات بالسكينه بالشكل ده. لو انتوا مش عارفين تعملوا مثلا الفتحات دي ممكن تخلوا الجزار يعملها لكم وقت ما تكونوا بتشتروها. وبعدين عندي هنا فصوص توم انا بقسمها بالنص، وكمان فلفل اسود حب. هبدأ بقى في كل فتحة من الفتحات احط من نص تومة لتومة كاملة، يعني يا نص يا نصين حسب الفتحة ما تاخد عندكم. واحط معاها حوالي 4 أو 5 فصوص من الفلفل الاسود. هعمل كده في كل الفتحات زي ما انتم شايفين كده. بالشكل ده تكون الفخدة جهزت معايا. هركنها بقى على جنب ونبدأ في تحضير التتبيلة. علشان اعمل التتبيلة هحتاج لبصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين او صغيرين، وفلفلاية من الرومي، واحدة فلفل رومي، وواحدة من الطماطم برضو تكون حجمها متوسط. قطعتهم مكعبات وحطيتهم في الكبة، وهضربهم كويس جدا لحد ما يبقوا ناعمين بالشكل ده بيكون شكلها. هبدأ بقى في البولة انزل الخليط اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي، وبعدين هضيف له 3 معالق كبار من الصلصة، معلقتين كبار من الكاتشب، و4 معالق كبار من الزبادي او علبة زبادي. وبعدين هضيف لها معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من كل من الفلفل الاسود، كاري، وقرفة، وقرنفل، روزماري، وزعتر. كل حاجة من دول معلقة صغيرة. المقادير كلها هتلاقوها مكتوبة تحت في صندوق الوصف. هبدأ بقى اخلطهم مع بعض لحد ما قوامهم يبقى بالشكل اللي قدامكم ده، كل حاجة امتزجت. وبعدين هضيف لهم بقى حوالي معلقتين كبار من الزيت. ده اختياري، لو حابين تضيفوه تمام، مش حابين براحتكم. انا حبيت اضيف لها معلقتين كبار من الزيت وهخلطها معاهم، وبس كده تكون التتبيلة بتاعتي جاهزة معايا. هجيب بقى الفخدة وهبدأ انزل بنص الخليط على الوش بتاع الفخدة، وهعمل لها مساج. اهم حاجة ان انتوا تعملوا لها مساج بايديكم كويس جدا، وتوزعوا التتبيلة في كل حتة، لان التتبيلة كمان هتدخل في الفتحات اللي احنا عملناها دي، والطعم هيتغلغل جوه الفخدة. زي ما انتم شايفين كده قلبتها على الوش التاني وحطيت باقي التتبيلة بالطريقة دي، وبرضو هعمل لها مساج علشان التتبيلة تمتص الفخدة تمتص التتبيلة بالشكل ده. وهسيبها بقى في التتبيلة دي اقل حاجة ليلة. يعني لو انتوا طبعا مستعجلين ممكن تخلوها 4 ساعات، بس مش اقل من كده. ولكن كل ما بتقعد في تتبيلتها اكتر كل ما تكون احلى. انا سبتها 12 ساعة، وبعد ال 12 ساعة طلعتها. هستعمل انا الاكياس الحرارية دي بتتباع في السوبر ماركت. ده الحجم الكبير بتاع التركي. فجبته وفتحته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هو بياخد الفخدة حلو جدا. هضيف له بقى شويه من الخضروات، ده اختياري تماما. لو انتوا حابين تضيفوا تمام، مش حابين خلاص. ضفت طماطم وبصل وفلفل وبطاطس، كلها متقطعه مكعبات. حتى البطاطس انا مقطعاها كبير عشان ما تدوبش، لان هتقعد فتره في الفرن. ضفت بقى عليهم الفخده مع التتبيله بتاعتها، نزلتها كلها عليها. وبعدين بدات اقفل الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عشان الكيس يدوب على قد الفخده بالظبط، فبيتقفل معايا بصعوبه شويه. وبعدين هبدأ بقى اعمل في الكيس الحراري ده فتحات عن طريق السكينة عشان ما ينفجرش، لان هيغلي في الفرن والكيس ممكن ينتفخ وينفجر. وهضيف لها كمان كوباية من المية في الصينية. وبعدين هحطها في الفرن على نار عالية اول نص ساعة، وبعد كده هسيبها على نار هادية جدا لمدة 2.5 ساعات بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي بقى في تحضير الرز. في حلة سخنة على النار نزلت بحوالي معلقتين كبار من الزيت،
وبعدين هنزل عليهم بالمكسرات، اي نوع مكسرات تقدروا تستخدموه. انا استعملت لوز وكاجو وعين جمل. هديلهم تحميصه بسيطه كده علشان الزيوت العطريه بتاعه المكسرات تنزل في الزيت وتدي طعم حلو جدا للرز. في ناس ما بتعملش الخطوه دي، ولكن الخطوه دي مهمه جدا، هتغير طعم الرز معاكم تماما وهياخد من ريحه المكسرات. زي ما انتم شايفين كده طلعت كل المكسرات بعد ما خدت التشويحه، وبعدين هبدا بقى اضيف لهم معلقتين كبار من الزبده. مجرد ما الزبده ما تسيح هنزل عليها ببصله متوسطه متقطعه صغير، وبعدين هبدا اديلها بس تشويحه لحد ما البصل يدبل بالشكل ده. دلوقتي بقى هبدا اضيف التوابل الصحيحه. هضيف ورق لورا، وواحده عود من القرفه، واتنين من الليمون الاسود ده بيكون ليمون مجفف. وبعدين هضيف له بقى معلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الكركم، ونص معلقه صغيره من القرفه، وكمان كام فص كده من المستكه. المستكه طبعا بيفرق جامد جدا في الطعم. لو مش متاحه عندكم مفيش مشكله. هديلهم برضو التشويحة كده. كل الحاجات دي بتدي طعم مختلف للرز. وبعدين ضفت لها بقى 3 كوبايات من الرز البسمتي المغسول، رز بسمتي ابيض مغسول مش منقوع. انا ما بنقعش الرز خالص حتى البسمتي. وبعدين اديت لهم بقى تقليبه مع بعض كده لحد ما كل حاجه تمتزج. وبعدين هضيف لها معلقه كبيره من الملح وبس كده. انا طبعا ما عنديش شوربه عشان بعمل الفخده في الفرن، فاحتجت ل4 كوبايات من الميه تكون مغليه، ونزلت عليهم بمكعبين من المرقه. مرقه دجاج او مرقه لحمه، مرقه خضار، اي حاجه متاحه عندكم تقدروا تستعملوها. بعد ما قلبتهم مع بعض كويس جدا زودتهم على الرز، وجست بس ان هم يغطوا الرز بس كده. دلوقتي بقى انا عندي زعفران باودر، نزلت عليه بشويه من الميه السخنه وبدات اقلبهم. ده بس علشان يدينا كام واحده من الرز كده يكون لونهم احمر. الرز عندي بدا يتشرب الميه بتاعته. طبعا الميه مجرد ما ضفتها انا حطها على نار عاليه لحد ما تشرب كده، وبعدين بدات اعمل فتحات كده صغيره فيها، وبدات اضيف الزعفران اللي احنا مدوبينه. لو انتوا مش متاح عندكم الزعفران او مش حابين تعملوا الخطوه دي عادي خالص، دي خطوه اختياري. بس كده هديلهم بقى تقليبه كده بسيطه مع بعض. شايفين بدات تغير معايا اللون وتغمقوا. وبعدين بدات بقى اضيف لها المكسرات وحوالي كوبايه من الزبيب. الزبيب كل ما يكون افتح كل ما يكون افضل. انا ده كان الزبيب اللي كان متاح عندي. قلبتهم مع بعض وبس كده. هبدا بقى اغطيها واحطها على نار هاديه خالص لمده ساعه الا ربع لحد ما تستوي، يعني او لحد لغايه ما تلاقوا الرز استوى معاكم وابتدى حجمه يزيد زي ما انتم شايفين كده. بس قلبته بقى في السيرفيس اللي انا هقدمه. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو جدا، يعني رز ملون فيه اصفر على اورنج على احمر بسبب طبعا الزعفران اللي احنا حطيناه، فبيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده. انا فردته في السيرفيس وبدات اطلع كل التوابل الصحيحه منه علشان طبعا ما يقعش تحت اسنان حد. وبس كده فردته بالشكل ده. دلوقتي بقى طلعت الفخده من الفرن بعد حوالي 3 ساعات. بقعدها اول نص ساعه على نار عاليه في قاع الفرن، وبعد كده ساعتين ونص بيكونوا محطوطين على الشبكه على نار هاديه جدا. الساعتين ونص دول انا جبتهم ازاي؟ حسب الوزن، يعني كل كيلو بيتحسب له نص ساعه. حطيتها بقى على الرز بالشكل ده، وطبعا كنت محتاجه المساعده لانها كانت سخنه جدا. وبعدين بدات ازينها بشويه من المكسرات المشكله، كاجو على لوز على بندق، وطبعا التزيين بيرجع لذوقكم. وكمان ضفت له شويه من الطماطم. ده قشر طماطم بعمله كده على شكل وردات، بيبقى شكله حلو قوي في الاطباق اللي زي دي. وبس كده. شايفين شكل الفخده عامله ازاي؟ دايبه جدا وطعمها حلو. الشوكه اصلا مش مستحمله اللحمه انها تدخل في الشوكه. شايفين عامله ازاي؟ تحفه جدا، طعمها حلو، التتبيله مميزه متغلغله جوه اللحمه. الرز نفسه طعمه حلو، يعني مش حاطه المكسرات زينه وبس، لا انا كمان مخليه الرز ياخد من طعم المكسرات. كل حاجه طعمها مع بعضها كده ممتازه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات. وبالف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربها. ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي يا ريت تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس لو حابين يوصلكم اشعار بكل وصفاتي الجديده. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.